بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم فيديو جديد. النهاردة بقى جاية لكم بوصفة حلوة جدا وما فيش اختلاف عليها. أولادك هيحبوها جدا، انتي نفسك هتحبيها جدا. طبعا بقى احنا دخلنا على الصيف والدنيا حر موت. ايه رأيكم بقى نعمل ايس كريم في 5 دقايق؟ هيعجبكم جدا جدا جدا، سهل وبسيط ومش مكلف خالص. كده كده احنا مفرزين فاكهة في التلاجة، فالتلاجة عندنا فيها فاكهة. تمام، الفاكهة اللي انت مفرزاها اي في نوع فاكهة انت حباها. انا عندي فراولة وكان عندي جوافة، بس صراحة الجوافة بالبذر بتاعها من جوه، فانا يعني كسلت ان انا انضفها. ممكن تعملي اي حاجة، اي نوع فاكهة عندك، مانجا، اي نوع فاكهة. المهم هتجيبي مثلا، قولي كيلو من الفاكهة المجمدة عندك، هتنزلي بيها في الكبة. اللي ما عندكيش كبة ممكن خلاط، انزلي عليها بكيس لبن بودرة اللي هو العادي ده اللي احنا بنشتروه. عندك لبن بودرة سايب، ممكن تحطي معلقتين 3 كبار كده. تمام، وبكوباية سكر. كوباية السكر تقدري تحطيها بودرة او عادي زي ما انت تحبي. انا كنت حطها عادي. تمام، وحطيت كوباية لبن، كنت جايبة كيسين كريم جانتيه. ماشي، كريم الجانتيه مش المفروض تحطي 100 جرام كريم جانتيه. هو الكيس اللي هو دريم ده اقل من 100 جرام خالص يعني. تمام، المهم تضربي بقى في الكبة كده لغاية لما الفاكهة تفك منك. تمام، بصوا انتوا لو ملاحظين هنا معايا ان الفاكهة الفراولة فكت مني خالص. المهم اول ما فكت مني حسيت ان هي عايزة تاني، محتاجة تاني كريم جانتيه عشان يعمل فوم. تمام، نزلت عليها بالكيس التاني. تمام، واول ما نزل خلاص عامله كانها استك كده، شبه بالاسكندراني عندنا شبه المستيكه كده. تمام، حطيتها بقى، فضيت. بصوا القوام بتاعها حلو جدا. اي علب بقى عندك فاضيه هتحطي فيها الكميه طبعا اللي انت عايزاها، بتشيليها في الفريزر، بتقعد معاكي بصي بالشهر، ما بيجرالهاش اي حاجه. المهم ان انا فضيتها كده في العلبتين دول، ورحت قوام شلتها في الفريزر. قبل ما بتاكليها بتشيليها ساعة في الفريزر لغاية لما تجمد تاني في الفريزر فوق مش من تحت. المهم سبتها بقى كده. تقدري كمان لو انت عندك اطفال صغيرة، في اللي هي دلوقتي هوريها لكم العلب بتاعة الايس كريم، اللي هي ممكن تكون شبه العصيان كده، برضو بتبقى حلوة جدا. خرجيها بكل سهولة بشوية مية سخنة كده هتلاقيها فكت معاكي. هنا بقى انا صراحة ما صبرتش ان هي تقعد ساعة. انا كنت عايزة اكلها، عايزة حاجة كده ترطب على قلبي. المهم يعني هي يعني بالكتير قوي قعدت معايا نص ساعة. فانا ما عنديش اللي هي المعلقة بتاعة الايس كريم، جبت المغرفة دي من الطقم بتاع المعالق معايا، برضو ادت بالواجب يعني، ما قالتش لا. بشطفها كده في الكوبايه دي وبتشيل معايا. مش قادره اقول لكم على الطعم، طعم حلو جدا. وفي حاجه تانية نسيت اقولها لكم، ان انا حطيت كيس فانيليا في الكبه في الاول خالص. ده بيعزز الطعم، كانك فعلا جايباها من بتاعه الشركات. وطبعا بتاعه الشركات غاليه جدا، فبتبقى صعبه ان احنا نجيبوها في الوقت الحالي يعني. فانت يعني بقال التكلفه تقدري تعمليها في البيت. طعمها حلو جدا، اطفالك هيحبوها جدا جدا جدا. بجد جربوها ومش هتندموا. هنا بقى كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. قبل ما انسى كمان، حطيت عليها كده مكسرات من فوق، تقدري تحطي عليها شوكولات شيبس. تقدري تحطي عليها فواكه مجففة، هيحبوا اكتر اطفالك. حاجات كتير تقدري ان انتي تعمليها. بجد انا يعني كنت مبسوطة جدا من طعمها، وكأنك والله بتاكليها من بره. هنا بقى اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.